السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن اتنين إبراهيم الهلباوي جلاد دنشواي، وغزال البر إبراهيم الورداني الراجل الوطني. تعالوا نشوف. إبراهيم الهلباوي اتولد سنة 1858 في البحيرة في المحمودية. درس في الأزهر، وكان أظهر نبوغه وبلاغته في الخطابة وإتقانه للغة العربية، والتلمذ على إيد الأفغاني، إلا أن بعد كده ساب دراسته في الأزهر واتفرغ لتجارة القطن اللي حققت له مكسب كبير. بعد كده اشتغل في المحاماة وأظهر نبوغ فيه، كان محامي نبغة وذاع صيته واشتهر في مصر كلها، لدرجة إن كان لو اتنين اتخانقوا في قرية من قرى مصر، واحد فيهم كان يقول أنا أروح فيك في داهية وأجيب الهلباوي يطلعني براءة. جت لحظة مهمة في حياة الهلباوي، حادثة دنشواي. بعد ما حصلت الحادثة المتهمين كلهم راحوا المحكمة برئاسة بطرس غالي. مين اللي هيبقى هو ممثل الإنجليز في المحكمة؟ الهلباوي اختار إن هو يبقى هو ممثل الإنجليز في المحكمة، يعني اختار إن هو يبقى جلاد ضحايا دنشواي. للأسف اترفع مرافعة بليغة جدا، لدرجة إن هو في مرافعته وصف الفلاحين بإن هم سفلة وأبنياء النفوس، وإن هم إزاي يقابلوا الإنجليز بالعصا والنبابيت، والإنجليز يا عيني جايين يصطادوا حمام بري، والحمام دون مش ملك للأهالي، واحنا بقالنا مدة عايشين مع الإنجليز على الخير والشر وما قابلناش منهم حاجة وحشة. وبالفعل خدوا عقوبات، والإنجليز فرحوا بيه جدا على المرافعة دي، وفرحوا بالحكم اللي حكمه بطرس غالي على ضحايا دنشواي. بعد كده في حفل تأبين محمد باشا فريد، كان هو إبراهيم الهلباوي رايح يقول كلمة. طيب انت رايح تقول كلمة في حفل تأبين لزعيم وطني؟ ده اللي أثار حفيظة الشباب اللي كانوا موجودين في حفلة التأبين ده. قابلوا ازاي؟ جابوا حمام وهو بيقول كلمته، راحوا مطيرين الحمام وهتفوا يسقط جلاد دنشواي، يسقط جلاد دنشواي. المهم الهلباوي سمع الكلمتين دول ومشي واكتئب. جات له بقى اللحظة انه يكفر اللي يكفر بيها عن ذنبه. ابراهيم الورداني شاب صيدلي درس في انجلترا، قتل بطرس غالي اللي اصدر الاحكام على ابطال دنشواي. مين يترفع عنه؟ جه الهلباوي قال لك انا اكفر عن ذنبي اللي عملته واترافع عن الورداني. راح اترفع عنه، وهو في مرافعته قال انا جيت هنا علشان استغفر لذنبي واستغفر للشعب، علشان يكفر عن ذنبه اللي عمله مع ضحايا دنشواي. بس للأسف إبراهيم الورداني اتحولت أوراقه للمفتي، لكن المفتي رفض إنه يدي الحكم. اكشفوا على قواه العقلية الأول، بس محدش خد بكلام المفتي، وتنفذ فيه حكم الإعدام، واتعملت له جنازة مهيبة، واتغنى له قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن غزال البر صبح. كلمات الأغنية بعد كده اتغيرت. وبالمناسبة الهلباوي في سنة 1912 اتعين أول نقيب للمحامين في مصر، وله شارع موجود في المنيل. وبكده نكون خلصنا لكم الحكاية.